السلام عليكم أبطال الصف الثاني، واليوم مع درس جديد بعنوان الفلاح. أتأمل وأتحدث. أتأمل الصورتين الآتيتين ثم أنفذ النشاط. أولا، أصف ما يفعله الرجل في الصورة الأولى. يبذر الفلاح البذور في الأرض. ثانيا، أضيف إلى الصورة الثانية عنصرا جديدا. الفلاح يقطف الأشجار. أبين العلاقة بين الصورتين. عندما يبذر الفلاح البذور في الأرض تنمو هذه البذور وتصبح أشجار تفيض بالزرع، ففاضت هذه الأشجار بالتفاح والزيتون وتفيض بالثمار. أستمع وأناقش. أولا، أضع خطا تحت الإجابة الصحيحة وفق ما سمعتها في الأنشودة. يتحدث النص عن المهندس، الفلاح أم النجار؟ الفلاح، أحسنتم. تفيض الأشجار بالتفاح أم البرتقال أم الإجاز؟ أحسنتم، تفيض الأشجار بالتفاح. أكمل الجملتين الآتيتين وفق ما سمعتهما في الأنشودة. أبذر ماذا؟ أبذر قمحا. أحسنتم. أزرع غرسا. أحسنتم يا أبطالي. أقرأ وأفهم. أستخرج من الأنشودة جمع كل من الكلمات الآتية. ما جمع ثمرة؟ ثمار. أحسنتم. وجمع شجرة؟ أشجار. أحسنتم. وجمع كلمة يوم؟ أيام. أحسنتم. أصل السؤال الثاني، أصل كل كلمة بضدها مما يأتي. صباح، ما ضد كلمة صباح؟ بخل أم الأحزان أم مساء؟ مساء. أحسنتم. ما ضد كلمة كرم؟ بخل. أحسنتم. ما ضد كلمة الأفراح؟ الأحزان. أحسنتم. السؤال الثالث، اختار الإجابة الصحيحة مما بين القوسين فيما يأتي. معنى كلمة فاضت كما وردت في النص، هل هي انتشرت أم امتلأت أم اتسعت؟ فاضت معناها امتلأت. يعمل الفلاح في أرضه وهو حزين، مشتاق، فرح. يعمل الفلاح في أرضه وهو فرح. أرتب الجمل الآتية وفق ورودها في النص. نعود لقراءة القصيدة ومن ثم نرتب الجمل. نبدأ. أبذر قمحا أزرع غرسا. أحسنتم. أعمل فرحا لا أرتاح. ممتاز. أقطف من أشجار فاضت. أحسنتم. أستخرج من المقطع الأول الأعمال التي يقوم بها الفلاح. أحسنتم. أول عمل يقوم به الفلاح هو حراثة الأرض، حيث قال تشتاق الأرض لمحراثي. وأيضا ماذا يفعل الفلاح؟ سقاية الأرض بالماء، أسقيها ماء وحنانا. أحسنتم. السؤال السادس، أذكر من النص صفتين من صفات الفلاح. بماذا اتصف الفلاح؟ الصفة الأولى ذكرت في النص، أعمل فرحا لا أرتاح. الصفة الأولى هي الفرح. الصفة الثانية، فحياتي كرم وسماح. إذن الصفة الثانية صفة الكرم. ننتقل إلى الصفحة الأخرى. السؤال السابع، اختار العبارة الأجمل في رأيي من بين العبارتين الآتيتين. أهدي كل الناس ثماري أم أعطي كل الناس ثماري؟ أيهما أجمل؟ أحسنتم. أهدي كل الناس ثماري لجمالها اللغوي. السؤال الثامن، أكمل ما يأتي. من واجبي تجاه الفلاح. ما واجبنا تجاه الفلاح؟ أن أحبه. علينا أن نحترمه ونشكره على جهده. من واجبي تجاه الأرض، يجب علينا المحافظة عليها نظيفة ولا نقطع الأشجار بدون سبب. ننتقل إلى الصفحة الأخرى. أتعرف كلماتي. السؤال الثاني، أكمل الكلمات الآتية بكتابة أحد الحرفين الذال أو الزاي. الكلمة الأولى، ما الحرف المناسب للكلمة الأولى؟ هل هو الذال أم الزاي؟ سنحاول قراءة الكلمة مع الحرفين لنختار الحرف المناسب. سنختار أولا حرف الذال. مذيع، هل تصح مع حرف الذال؟ مذيع كلمة معناها صحيح وهي مذيع. سنجرب مع حرف الزاي. مذيع، خطأ، لا تصح قراءة الكلمة مع حرف الزاي، لذا سنختار حرف الذال. مذيع. أحسنتم. الكلمة الأخرى، سنجرب أولا حرف الذال. ذهرة، هل هذا اللفظ صحيح أم زهرة؟ أيهما أصح؟ ذهرة أم زهرة؟ أحسنتم، حرف الزاي هو الحرف الصحيح. الكلمة الأخرى، بذار أم بزار؟
أيهما أصح، بذار أم بزار؟ أحسنتم، حرف الذال هو الحرف الصحيح، بذار. الكلمة الأخيرة سنجرب حرف الذال وحرف الزاي أيضا. جوذ، هل هذا اللفظ صحيح؟ أحسنتم، إنه ليس صحيح. سنجرب حرف الزاي، جوز. أحسنتم، إنه الحرف الصحيح. السؤال الثالث، أكتب ما أراه في كل من الصور الآتية. ماذا لدينا في الصورة الأولى؟ أحسنتم، إنه مزمار. مزمار، أحسنتم. اكتبوا لي في التعليقات ما هو موقع حرف الزاي في هذه الكلمة. الصورة الثانية، ما هذا؟ إنه مذياع. أحسنتم. أيضا اكتبوا لي أين يقع حرف الذال في كلمة مذياع، هل هو في أول كلمة أم في وسط الكلمة أم في آخر الكلمة؟ الصورة الثالثة، ما لدينا هنا؟ أزرار. أحسنتم. اكتبوا لي في التعليق ما موقع حرف الزاي في كلمة أزرار، أول كلمة أم وسط الكلمة أم آخر الكلمة؟ أحسنتم يا صغاري. الصورة الرابعة، لدينا جذور. ما موقع حرف الذال في كلمة جذور، هل هو في أول كلمة أم في وسط الكلمة أم في آخر الكلمة؟ السؤال الرابع، أملأ مع زملائي الثمار في الشجرتين بكلمات تحوي الحرف المكتوب في منتصفها. الحرف الأول الذال، لدينا كلمات تحوي حرف الذال مثل ذئب، ذكي، ذيل. أحسنتم. أيضا لدينا كلمة بذور أو جذور. الآن لدي سؤال وأريد إجابته في التعليقات. هل هذه الكلمات التي ذكرناها تنتمي إلى الأسماء أم إلى الأفعال؟ اتركوا لي في التعليقات الجواب الصحيح. هل هذه الكلمات التي ذكرناها تنتمي إلى الأسماء أم إلى الأفعال؟ ذئب، ذيل، جذور، بذور، ذكي. الحرف الثاني حرف الزاي. الآن سنختار كلمات تحوي حرف الزاي. الكلمة الأولى زرع، الكلمة الثانية زار، الكلمة الثالثة زحف، الكلمة الرابعة زقزقة. الآن سؤالي لكم يا أبطال الصغار، هل هذه الكلمات تنتمي إلى الأسماء أم إلى الأفعال؟ اتركوا لي الجواب الصحيح في التعليقات. ننتقل إلى الصفحة الأخرى. أكتب كلماتي. السؤال الأول، ألاحظ الحرف المضاعف في الكلمات الملونة من الجملة الآتية منتبها للفظه. ماذا يعني الحرف المضاعف؟ أي الحرف الذي فوقه الشدة. في حقلي أقضي أياما، في حقلي أقضي أياما. كيف نقرأ كلمة أياما؟ أياما. الجملة الثانية، يغمرني ظل وصداح. ظل، الحرف المضاعف هو اللام. ظل نشدد، الحرف المضاعف أي الذي فوقه شدة. الجملة الثالثة، أهدي كل الناس ثماري. الحرف المضاعف كل، حرف اللام في كلمة كل، وحرف النون في كلمة الناس. نشد على الحرف المضاعف عند اللفظ عليه. كل الناس. سنعيد قراءة الكلمات. أياما، ظل، كل الناس. السؤال الثاني، أضع التضعيف أي الشدة فوق الحرف الملون وألفظه. لدينا الجملة تفتحت الأزهار الملونة فرحة بالربيع. تفتحت الأزهار الملونة فرحة بالربيع. الآن سنقرأ مع التضعيف. تفتحت الأزهار الملونة فرحة بالربيع. بالربيع. لماذا لم نلفظ اللام في كلمة بالربيع؟ فورا انتقلنا من حرف الباء إلى الراء. من يذكر لي ما السبب؟ اكتبوا لي في التعليق. السؤال الثالث، أضع التضعيف على الحرف المناسب. يستعمل الفلاح الجرار ليقلب التراب ويرش البذور. سنقرأ مرة أخرى ولكن مع وضع الشدة التضعيف على الحرف المناسب. سنقرأ مرة أخرى مع الانتباه لللفظ للحرف المضاعف. يستعمل، هل لفظنا حرفا مضاعفا في هذه الكلمة؟ لا. يستعمل الفلاح. الفلاح، أجل ضاعفنا حرف اللام في كلمة الفلاح. أحسنتم. الجرار. الجرار. أحسنتم، ضاعفنا حرف الراء في كلمة الجرار. ليقلب. ليقلب، ممتاز، ضاعفنا حرف اللام في كلمة ليقلب. الكلمة الأخرى التراب. التراب، ممتاز، ضاعفنا حرف التاء في كلمة التراب. لماذا لم نلفظ حرف اللام في كلمة التراب؟ لأن اللام هنا لام شمسية تكتب ولا تلفظ. ويرش.
ويرش. ممتاز. حرف الشين مضعف. ويرش. البذور. البذور لا يوجد بها تضعيف. أحسنتم. السؤال الرابع: اكتب الكلمات الآتية منتبها لرسم الحرفين الذال والزاي. نعيد كتابة الكلمات مع الانتباه لكتابة حرف الذاي والزاي. طبعا هنا أريد تنبيهكم لملاحظة مهمة، أن حرف الذال وحرف الزاي هم من الأحرف الرافسة. ماذا يعني أحرف رافسة؟ هي الأحرف التي لا تتصل بأحرف بعدها. الذهب مثلا، لدينا كلمة الذهب حرف الذاي لا نصله بحرف الهاء. زيزفون حرف الزاي لا نصله بالحرف الذي بعده، يبقى منفصلا لوحده. زرافة أيضا حرف الزاي لا يتصل بحرف بعده لأنه من الأحرف الرافسة. يجذب. يجذب. السؤال الخامس: أكتب ما يمليه علي المعلم وأربي نحلا يعطيني عسلا من زهر فواح. السؤال السادس: أكتب ما يأتي بخط الرقعة. أبذر قمحا، أزرع غرسا، أعمل فرحا، لا أرتاح. السؤال السابع: أعبر بثلاث جمل عن اجتهاد الفلاح في عمله ومكافأة الأرض له. الجملة الأولى: يزرع الفلاح الأرض بعناية واجتهاد. الجملة الثانية: يسقي الفلاح المحاصيل ويعتني بها حتى تنمو قوية. الجملة الثالثة: تجني الأرض منه الخير والثمار بعد جهده الكبير. والآن مع أسئلة أنمي لغتي. أحاكي السؤال الأول: أحاكي المثال الآتي منتبها للكلمة الملونة. أنا فلاح نشيط. نحن فلاحون نشيطون. الآن سنقرأ الجملة ونحاكي النموذج والمثال بمثال مماثل له. أنا رسام صغير. ماذا علينا أن نضع هنا؟ مثل المثال الأول كلمة نحن. نحن رسامون صغار. أحسنتم. الآن سنحاكي المثال الأول عندما وضعنا الضمير أنا. أنا مبدع صغير. أحسنتم. ومحاكاة المثال الثاني نحن مبدعون صغار. السؤال الثاني: أملأ الفراغ بالإجابة الصحيحة مما بين القوسين في كل مما يأتي. أنا أزرع البستان أم نزرع البستان؟ أنا أزرع البستان. أحسنتم. سؤالي لكم: إذا كان الضمير نحن ماذا نختار معه؟ أزرع البستان أم نزرع البستان؟ إذا كان الضمير نحن أختار معه نزرع البستان، أما الضمير أنا أختار معه أزرع البستان. تصبح الجملة صحيحة: أنا أزرع البستان أو نحن نزرع البستان. الجملة الثانية: نحن صديق الطبيعة أم أصدقاء الطبيعة؟ ما الجملة الأصح؟ نحن أصدقاء الطبيعة. على ماذا دلت الضمير نحن؟ هل دل على الجمع أم على المفرد؟ أحسنتم، دل على الجمع. نحن أصدقاء الطبيعة. إذا أردنا محاكاة نموذج نحن أصدقاء الطبيعة مع ضمير المتكلم أنا، كيف تكون الجملة؟ أنا صديق الطبيعة. أحسنتم. الجملة الثالثة: نحن ماذا نفعل؟ نجني الثمار أم أجني الثمار؟ أيهما أصح؟ نحن نجني الثمار. أحسنتم. وإذا أردنا محاكاة النموذج مع الضمير المتكلم أنا، ماذا تصبح الجملة؟ أنا أجني الثمار. أحسنتم. الجملة الأخيرة: أنا تلميذ مجد أم تلاميذ مجدون؟ أيهما أصح؟ أنا تلميذ مجد أم أنا تلاميذ مجدون؟ الأصح هي أنا تلميذ مجدون. أحسنتم. تلاميذ مجدون، ما هو الضمير المناسب لها؟ نحن. أحسنتم، نحن تلاميذ مجدون. السؤال الثالث: أكون جملتين مفيدتين مستعينا بالمثال. أنا عامل مجد. المثال المقابل له: نحن عمال مجدون. الآن سنختار جملة محاكاة لهذه الجملة. أنا عامل مجد. نحن عمال مجدون. أستطيع القول أنا رسام ماهر. نحن رسامون ماهرون. أحسنتم يا صغاري. ننتقل إلى الصفحة الأخيرة. ألعب وأتعلم. أقف مع زميلي محاكيا الصورة الآتية وأبدأ فيكمل زميلي ثم يتابع فأكمل له. أنا أحب الرسم. نحن نحب الرسم. أنا أحب الرياضة. نحن نحب الرياضة. والآن وصلنا لنهاية درسنا هذا اليوم، وعلينا ألا ننسى يا أحبائي الصغار أن العلم قوة والتميز عادة، ونلقاكم بخير في درسنا الجديد إن شاء الله تعالى.